السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي سألتني عن المكنة الكيوسيرا التريامف اللي هي ال 260 261 266 الكيوسيرا التريامف الألوان. الناس اللي كانت بتسأل على المكنة دي هل كويسة ولا لأ، وبتاعت شغل محترمة وبتستحمل ولا بيبقى فيها مشاكل. أحب أقول لك إن المكنة دي من أزبل المكنة اللي نزل كيوسيرا أو تريامف. بجد المكنة الألوان الكيوسيرا دي بجد مكنة سيئة جدا، وفيها مشكلة في موضوع الأحبار. لما الأحبار بتخلص أهو، هو معلمني دلوقتي إن هو عايز حبر أسود. تمام، هي المكنة جواها الحبر الأسود بتاعها أهو، ومليانة وحالتها كويسة جدا أهو. هو المفروض دلوقتي أدنج تونر. تمام، هيقعد له بتاع مثلا 3 دقايق كده، بعد كده هيرجع يديني الأسود تاني. حاطط بقى علبة الحبر فيها تشباية، حاططها من غير تشباية. هي المكنة بجد زبالة، ما انصحش حد ان هو يشتريها، لان هي لما بتفتح بقها في موضوع الاحبار ده بتبقى صعبة جدا. يعني ما انصحش حد فعلا بجد يستخدمها، لان هي فعلا مكنة وحشة جدا. وعندي 3 منها راكنهم بسبب موضوع التشيبات وبسبب موضوع الاحبار. هي المكنة متعرفش ايه اللي بيحصل لها. بجد هي حلوة كصورة، كصورة حلوة وكل حاجة، بس هي كمشاكل لما بتفتح بقها بتبقى بجد صعبة. وما انصحش حد ان هو يستخدمها او يشتريها. وعايزك تعمل متابعة في القناة، اشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. وإن شاء الله كده أول بأول هعرفك إيه ممكن تعرف تستخدمه ويكون كويس معاك، وإيه ممكن ما تستخدموش، وإيه أنواع الورق اللي ممكن برضك تستخدمها تكون كويسة ولا لأ. أهو ما انصحكش. أهو هو مصمم إن مفيش أسود. مهما عملت بقى، حطيت شباية، حطيت جبت علب جديدة، هو مصمم إن الأسود مش موجود. ما انصحش حد بيها. السلام عليكم.